السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا زي ما كنت قايل لكم طبعا على قناة تليجرام اللي انا مش عارف اعمل فيديوهات بسبب اللي انا عندي برد. بس حاولت برضو اللي انا اعمل لكم الفيديو بتاع نسخة البوتات العشرة والخمسين مليون عشان الناس تستفيد بيها قبل ما تقف او اي حاجة. فحاولت ابقى سريع في الموضوع ده. يعني حوار الميتين مليون ده مش هيقف ومش هيتشال، لكن الخمسين مليون هيقف وهيتشال. فخلينا نخلي الناس تستفيد. اول حاجة ما تنساش تصلي على النبي، ولو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو ده عشان يوصلك كل جديد لينا. ويلا بسم الله نبدأ الشرح. اول حاجة هسيب لكم لينك نسخة جوست ده في الديسكريبشن تحت. تمام. انا بس ايه اعمل كلير الداتا عشان ابدأ معاكم من الصفر. تمام. ادي النسخة ايه. انا مستني بس الصوت بتاع النسخة يخلص بس كده. تمام. اول حاجة يا باشا البشوات. طبعا في ناس كتير بتيجي تجرب في النسخة بتلاقي ان النسخة مش شغالة عندهم، او مثلا لما بتخش جيم زي كده ما بيخشش، بيعمل نفس الطريقة كده. تمام. يبقى بص يا صاحبي، هتصلي بينا على النبي كده مبدئيا. لو انت الاكونت بتاعك الاساسي مش شغال في النسخة وبيعمل الحركة دي اللي هو بتخش جيم بيروح جاي طالع ما يخشش، فانت هتعمل التالي يا غالي. هتجهز اكونت فيس جديد مش مربوط باكونت في اللعبة. تمام. وهتروح جاي داخل عامل كده، هتعمل مسح بيانات تمام للنسخة، وهترجع تاني تسجل بجست. تمام. بس كده يا زعيم. تمام. طول ما الاكونت، ثواني بس صوت الميوزك ده يخلص. هو ده مبدئيا مقبول بس مش بلاي. تمام كده صوت اللعبة خلص. تمام. بص يا زعيم، طول ما انت مسحت البيانات والاكونت بتاع البوت دخل الجيم ده، يبقى انت كده امان يا باشا. كده انت تقدر تربط الاكونت ده، وهوريك طبعا بتربطه ازاي. هو عامة ده بوت. تمام. انت بتخش هنا بتعمل كونكت. تمام. وكده بيتربط باكونت الفيس. اهم حاجة اكونت الفيس ما يكونش مربوط بلودو نهائي. لو هتضطر ان انت تعمل اكونت جديد اعمل اكونت جديد، مفيش اي مشكلة. تمام. انا دلوقتي هربط الاكونت وراجع لكم تاني. تمام كده يا حبيب قلبي. كده انا ظبطت الدنيا وخلاص الاكونت كده تمام. تمام كده. دي البوتات بالنسبة اللي هي 10 مليون. فهنرجع تاني نفهم الناس طبعا اللي ما فهمتش. دلوقتي طول ما انت النسخة عندك ما بتخشش الجيم من اساسه، يبقى كده الاكونت ده مش هينفع اللي هو يلعب في نسخة جوست. تمام كده الجيم ما بيخش اصلا. فانت هتروح جاي مسح البيانات. تمام. بعد ما تمسح البيانات بتخش اللعبة تاني من جديد، وبتخش على جيست وبتجرب اكونتات الجيست. الاكونت الجيست اللي يخش جيم زي ده، زي اللي انا فيه ده دلوقتي، ده كده امان. ده كده خلاص، ده كده شغال. تبتدي اللي انت تربطه باكونت فيس ما يكونش دخل لودو قبل كده، يكون اول مرة يتحط في اكونت لودو. تمام. وساعتها يا باشا تروح جاي ناقل عليه كوينز. تمام. تنقل عليه كوينز او تشوف حد صاحبك عامة ينقل لك عليه كوينز، وساعتها تقدر تخش تلعب بوتات براحتك. تمام. هو ده عامة بوت مش بلاير، ده بوت. طول ما مفيش اد فريند عنده يبقى بوت. تمام. وبالنسبة للارباح واللي هو برونز وكده فهو بوت. يعني اما فيش طبعا حد طبيعي هيلعب اللعبة دي مثلا. تمام. يعني النسخة دي مفيهاش غير بوتات بس هو عشان ده اول جيم فالبوت عمال بيتكلم وكده، عشان ده الجيم التجربي يعني بمعنى اصح. بس كده يا عمنا، دي كده بالنسبة لنسخة ال10 مليون. تمام. نيجي بقى ل50 مليون.
تمام. ثانية بس امسح البيانات بتاعت الاكس 8. تمام. طبعا هسيب لك لينك الاكس 8 ولينك الجيم جاردن ولينك النسخة تحت في الديسكريبشن. تمام. انت دلوقتي معاك كوينز فعايز تلعب على 50 مليون بوتات. هو عامة انا منصحكش، لان النسخة منتشرة ففي ناس كتير بتلعب فيها، فانت يعتبر مش هتقابل بوتات وهتقابل ناس طبيعية كتير. يعني ممكن من كل 10 ايام تقابل بوت. هي دي الفكرة مش اكتر. تمام. بس برضو ايه، هشرح لكم ازاي نسخة ال50 مليون بوتات. تمام. هنخش على الاكس 8 ونديله الصلاحيات بتاعته. طبعا لما يفتح لك الخانة دي بتدور، عشان الناس اللي مش فاهمة، بتدور على الاكس 8. تمام. ادي الاكس 8 اهو، بتخش عليه وبتديله الصلاحية دي. طبعا لو جاب لك حوار الانتي فيروس وبتاع، فانت برضه هتشغله عادي لانه مفهوش اي مشكلة على جهازك خالص، وامان يعني ما تخافش. وهستناه بس يحمل، ومش هوقف الفيديو ولا اي حاجة. طبعا توضيح بسيط بس، الاكس 8 ده الفيرجن بتاع اندرويد 11 مش 12، لان في اجهزة حاليا اندرويد 12. ده بتاع اندرويد 11 فقط. اندرويد 12 تقدر تشغله عليه برضو، بس في مشاكل. يعني دي نسخة في اي بي، لو اخدت بالك يعني فوق مكتوب اهو في اي بي. تمام. مكتوب لك عدد ايام. طبعا لو انت اندرويد 11 بيفتح معاك بنفس الشكل كده. لو جاب لك كلام صيني يبقى انت كده اندرويد 12. تمام. البرد مش مخليني عارف اتكلم. يلا مش مهم. المهم نكمل مع بعض الفيديو. تمام. هنخش على السيتنج. ده معامل اكس. بص يا باشا البشوات. ثواني بس عشان هو مهنج تقريبا. تمام. بتخش على سبيد هاك. تمام. وترجع كده واحدة لورا هيفتح لك القائمة، مفيش أي مشكلة. تمام. الأب هايدن هترجع واحدة لورا مفيهاش أي مشكلة. تمام. هنرجع بقى نعمل اد ابس أو اب عامة. وهنحط الجيم جاردن ونسخة جوست وبس كده. مش محتاجين أي حاجة تانية. مش محتاجين أي حاجة تانية. بس. تمام. وبتخش على السهم اللي فوق ده تستناهم لما الاتنين يتضافوا. تمام. بتخش على السيتنج تاني وبتخش على سبيد هاك وبتحدد الاتنين. تعالي كده تحت. تمام. وبتخش على الاب هايدن وتعمل الاتنين برضو. والروت مانجر وبتقفل دي وبتفعلهم وبعد كده تفتحها تاني. تمام. وبتفعل الخيار ده. تمام. وتفعل الخيار ده. ولما يفتح لك القائمة دي هتعمل اوك. تمام. وتسيبه هو بيعمل ريستارت لنفسه بيفتح من جديد. تمام. كده مفيش اي مشكلة. تمام. هتخش على الجيم جاردن ونثبته الجيم جاردن في الجهاز. انا مش عارف انا شغلت عليه الاكس 8 بس مش مهم يعني، مش مهم ملهاش لازمة. اول ما يفتح لك بالشكل ده يبقى كده هو اشتغل تمام. تمام. في ستارت تحت فيكسيت ستارت اهي تحت خالص على اليمين، بتدوس عليها. لما يفتح لك بالشكل ده يبقى انت كده ايه، كده تمام. انت كده الجيم جاردن عندك شغال تمام. بتخش على جوست بقى.
هو توضيح بسيط بس، هو ثواني بس صوت اللعبة يخلص. تمام. طبعا انت بتكون اصلا قبل ما بتسجل هنا بتكون مسجل باكونت يكون اشتغل في الجيم عادي على النسخة التانية. لو انت لسه ما عملتش اي حاجة برضو بتعمل نفس الحاجة هنا، تخش على الاب انفو وبتعمل كلير داتا وبتعمل اوك. هو مبدئيا انا طبعا هرجع اشرح تاني ازاي التسجيل في نسخة جوست عشان الناس اللي ما تعرفش. تمام، بس انا هشرح فيها هنا. طبعا لو مش عارف تعمل باك، في طبعا قائمة بتظهر لك في الجنب اهي، بتدوس عليها وبتعمل باك وبترجع هوم وبترجع كل حاجة تمام. تمام زي ما انا عملت كده اهو، بختار المربع وبرجع على نسخة جوست. تمام، مفيش اي مشكلة يعني. طبعا اهو الاكونت ده اشتغل تمام مفيهوش اي مشكلة. طبعا لو انت عايز بقى تلعب 50 مليون هتعمل ايه يا غالي؟ يلا بينا نشرح بقى ايه ازاي تلعب 50 مليون. انا هشرحها من قبل ما اسجل ومن قبل اي حاجة. تمام، بتخش على نسخة جوست هنا بتحددها. تمام، هو تقريبا لا ثواني. هو الجيم جاردن تقريبا ما اشتغلش اصلا، لانه جايب لي الشكل ده يبقى ما اشتغلش. بس ثواني احنا هنجرب. هتدور هنا وتعمل علامة البحث دي وتكتب 10 مليون، 10 3 اصفار 3 اصفار كده. تمام، وتعمل تاني واحدة وبتستناه يبحث وبتعمل علامة القلم وبتكتب بدل 10 دي بتخليها 50. تمام، وبتخش هنا كده بقت 50 مليون فرد. طبعا انا معيش الكوينز. تمام، عشان بس انا عامة انا واحد من الناس ما بحبش العب في نسخة جوست لان فيها مشاكل. تمام، فطبعا ما جربهاش. المهم كده تمام، اتعملت 50 مليون بدل 10 مليون. المفروض هنا يبقى فيها 10 مليون، لا انا خليتها على طول 50. تمام اهو برضو 50 مليون مفيش اي مشكلة. طبعا هي النسخة دي ما بتتلعبش غير فردي عشان محدش يخش لها 4 بلاير ومستنيها اللي هي تدخله جيم ب 150 مليون، لان مفيش حاجة اسمها كده. تمام كده قشطة. كده بقى هنبتدي ايه نوريكم بتسجل دخول ازاي. بص يا باشا، انت بتعمل كده. تمام، اول ما تفتح لك القايمه دي بتطلع تفصل النت وبترجع تاني. اول ما تفتح لك القايمه دي هتبتدي تشغل النت. تمام، لما تتاكد ان النت بتاعك اشتغل من غير اي مشكله، يعني انا دلوقتي اهو اعمل اتصال بالواي فاي بتاعي. تمام، طول ما هو اتصل وخلاص والدنيا حلوه ابتدي اكمل الاجراءات واكتب الاكونت بتاعي اهو والباسورد تحته مفيش اي مشكله. طبعا عشان محدش يقول لي بس ايه النسخه بتسرق اكونتات وبتاع، فانا هسجل فيها باكونتي وارجع لكم تاني. تمام، انا كده سجلت بس مستني بس التحقق. طبعا ده الامان ليك اللي انت تكون عامل تحقق للاكونت بتاعك. تمام، مفيش حاجه دلوقتي امان، فالامان اللي انت تكون عامل التحقق بتاعك. تمام، هو ثواني عشان الكود لسه موصلش فبعته تاني. سند اس ام اس لوجن باي ماي فون. بس تمام، عشان هو خبيتها للفيس بس وانا قافل الاكونت ده. هستنى بس الكود بتاع التحقق يوصل وهسجل ومفيش اي مشكلة. هو شكلك كده انت مش عايز توصل، فثواني يا شباب. وادينا رجعنا لكم من جديد، وطبعا الاكونت بتاعي اتسجل عادي اهو مفيش اي مشكلة. تمام، بس طبعا الاكونت بتاعي ده الاساسي، فطبعا عامة يعني مش هيخش جيام، ما بيخشش جيام. اقول الاكونت بتاعي الاساسي اهو 230 بي. تمام، ما بيخشش النسخة دي نهائي نهائي نهائي. تمام، عشان الاكونت ده كان بيلعب في النسخة دي زمان فاتحذر، وفي اكونتات كتير نفس الموضوع. عشان كده قلت لكم لو الاكونت بتاعكم الاساسي مش بيشتغل على النسخة، فانت يا باشا هتعمل ايه؟
هتجرب اكونت جيست، تمام. ولو اكونت الجيست بيخش الجيم فانت كده تمام، انت كده مفيش اي مشكله، تمام. وبس كده يا باشا البشوات. ثانيه بس اقفل الاكس اتس. وبس كده يا باشا البشوات. طبعا عشان محدش بس في الكومنتات يرجع يقول لي انت ليه ما بتخشش الجيم وليه ما جربتش. لو انت عايز فيديو وانا بجرب انا ما عنديش مشكله، بس انا مش محول كوينز على الاكونتات بتاعتي اللي هي بوتات، تمام. او اللي هي بتقبل في نسخه جوست عامه، اللي هي بتقبل في النسخه دي. انا ما عنديش دلوقتي اكونتات فيها كوينز، انا الاكونتات اللي فيها كوينز الاكونتين بتوع الاساسيين وما فيهمش كوينز. قصدي وما بيخشوش على نسخه جوست، فيهم كوينز بس ما بيخشوش على نسخه جوست. واكونتات البوتات اللي معايا اللي هي بتخش على نسخه جوست ما فيهاش كوينز، تمام. فانت لو عايز فيديو بتاع عشان المصداقيه والجو ده كله، عينيا حاضر، كلمني على التليجرام. هسيب لك طبعا لينك التليجرام ولينك القناه بتاعت التليجرام تحت في الديسكريبشن. كلمني وهخش اصور لك فيديو مخصوص، هخلي حد يحول لي كوينز واخش اصور لك فيديو مخصوص والله، تمام. وبس كده يا شباب، ده كان الشرح بتاعنا، يا رب اكون فدتكم. وبس كده، واشوفكم بخير دايما، وانتظروا باذن الله باذن الله طريقة ال200 مليون الكلاسيك والبولت، وال50 مليون البولت والرش وكل المودات عامة. اللي هو احنا هنرجع بس رول باك كده لورا لايام ال200 مليون، انا هرجعها لكم في النسخة بس باذن الله. بس ادعولي اخف بس من البرد اللي انا فيه ده، لان انا مصور الفيديو ده بالعافية، لان الفيديو التاني هيكون اكبر من ده اصلا. وبس كده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي.